اهو بعد ما سجيناه اهو حابه تضيفي اهوت شويه من اللي بتاع الخلطه بتاعتك اهي، من الطشه اهي بالثوم اهي، حابه تضيفيها بتضيفيها هي اهوت. ويبقى العدس بتاعنا جاهز اهو. بتمنى ان شاء الله تجربوه، واتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مع اسرار المطبخ مع نور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده شوربه العدس. هنشوف مع بعض ازاي هنعمله. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنجيب حله على النار اهي فيها شويه زيت ونص معلقه صغيره زبده او سمنه المتاح عليكي. نشوحها على النار اهو. لما تبدأ تتشوح معنا السمنة والزيت اهوت، هننزل بالبصلة بتاعتنا هي ننزل بالبصلة بتاعتنا تتشوح في قلب المادة الدهنية اللي انت حطاها ايا كان. قلنا الجو برد النهارده، نعمل شويه عدس كده ندفي روحنا بيهم كده. اتمنى ان شاء الله تجربوا الطريقه دي، اتمنى ان شاء الله تعجبكم. اتمنى يا جماعه الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مع اسرار المطبخ معانا. اهو يا حبايبي نزلنا بالبصل اهو، عايزينه بس يدبل، بس يا دوب يدبل، مش عايزينه يصفر ولا ياخد لون. الطريقه ديت احلى ما تحط كل حاجه مسلوقه، بتدي طعم احسن للعدس. جربت الطريقه دي والطريقه ديت، الطريقه دي احلى طريقه. هتنزل الثوم بتاعك صحيح اهو زي ما هو صحيح كده في قلب البصل، ناخد تشويحتين برضو مع البصل كده في قلب بعضه. وبعد كده هتنزلي بالجزر والبطاطس مع بعض اهو. برضو تشويحتين مع بعض كده. ويتشوحوا بس صدمة مع بعض في قلب المادة الدهنية بس يا جماعة، مش هنطول عليهم ولا حاجة. هننزل بالطماطم بتاعتنا، التقطيع بتاعتها كبيرة انا عارفة، بس المشكلة دي كلها تتكرم في قلب بعضه. حابة تمسكوه نرجع تحطوه من الصوص الطريقة اللي تعجبني، التقطيع اللي تعجبكم بس. بعد كده هننزل بالعدس بتاعنا اهو مغسول كويس اهو، مش تنقعيه، غسليه بس كده اهو وننزل بيه. كلها تتشوح في قلب بعض بتاع من قلب بعض اهو. العدس بتاعنا كده يا دوب يتشوح مع الماده الدهنيه مع البصل مع المقدار اللي احنا حاطينه. هننزل بالشوربه بتاعتنا اهو. لو مش موجود عندك شوربه ممكن نبدلها بميه، دي شوربه اهي بس لازم تكون مغليه. هي
موجود عندكي حطي، مش موجود عندكي شوربه بتحطي ميه معها مرقه الدجاج، مش موجود ميه بس عادي. العدس بتاعنا غني جدا بالبروتين، مش محتاج اي حاجه. بس احنا مادام عندنا شوربه فحطينا الشوربه بتاعتنا اهي مع العدس، وهنسيبهم ينسلقوا مع بعض، وهنشوف هنرجع نعمل ايه مع بعض تاني. طبعا اهو يا حبايبي قلبي العدس بتاعنا اهو بعد ما استوى معنا اهو، انسلق معنا اهو والاخضر كله انت اهو. هنطفي عليه النار، هنستنى. لو انتي مش عندك هاند بلندر هتفرميه في الخلاط، بس هتستني ما يبرد شويه وبعدين تفرميه في الخلاط. عندك الهاند بلندر هتفرميه كده زي ما هو كده في الحله زي ما هو كده. انتي تعرفي ازاي ان هو انسلق لما تشوفي الجزر وتضغطي عليه وتلاقيه استوى معاكي كده. هو كل حاجه كده معنى كده انسلقت اهو، لان هو اكتر حاجه بتاخد وقت الجزر. هنضربه مع بعض في الخلاط وهنرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا اهو يا حبايبي قلبي العدس بتاعنا اهو بعد ما ضربناه اهو هرجعناه تاني على النار اهو. هنسيبه يفرم مع بعض اهوت، وهنولع على طاسه تانية اهو فيها شويه زيت اهي. هننزل بالبهار بتاعنا اهو على العدس مع طبعا الشوربه بتاعتنا كانت فيها الحدج بتاعها، فاحنا هنحط التمليحه اللي هي البسيطه الخالص. طبعا اهو يا حبايبي قلبي العدس بتاعنا اهو بعد ما ضربناه في الخلاط اهوت ونعم معانا اهو، وبقى دي شكله اهوت اهو ناعم خالص اهوت، وبقى دي شكله. هنحط البهار بتاعنا، طبعا معنا الشوربه كانت متحدقه فاحنا هنحط البهار اللي هو البسيط بتاعنا، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه كزبره، معلقه من الكمون، معلقه صغيره من الملح. هننزل بالبهار بتاعنا اهو، والطاسه بتاعتنا اهي فيها شويه زيت مولعين على النار اهي. هننزل بشويه الشعريه اهو. طبعا اهو يا حبايبي مولعين على الطاسه اهو في شويه الزيت اهوت، نزلنا بالشعريه اهو تحمر تاخد معنا لون اهي. الكفايه على طول عشان ايه مش ناحيه تاخد لون وناحيه لا. طبعا اهو يا حبايبي الشعريه بتاعتنا بعد ما خدت لون معانا اهي هننزل بها على العدس اهو. اهو لو انت في الخطوه دي حسيت ان العدس بتاعك محتاج شويه ميه ممكن تزوديه. لو حسيت ان هو تقيل معاكي، انا حسيت ان هو عايز شويه ميه صغيرين اهو عشان الشعريه بس على ما تستوي. وهجيب طاسه تانية على النار اهي، فيها معلقتين زيت مع معلقه كبيره من الثوم مهروس اهو. هنعمل دلوقتي الطشه اللي هي الطشه بتاعت الفته بتاعت العدس. جبنا رغيف عيش وقطعناه قطع صغيره ودهناه بدهنه بسيطه من الزبده وحطيناه تحت الشوايه، او عايزه تتحمريه في زيت بتحمريه براحتك، بس ايه مش تتاخري عليه عشان هو بياخد لون بسرعه. والعدس بتاعنا غطينا عليه اهوت يفرط مع بعض اهوت عشان مش يلزق معنا اهو. اهي يا حبايبي الفول بتاعنا اهوت قبل ما يبتدي ياخد لون. انا عايزاه بس ياخد لون ذهبي بس معايا اهوت. التوم بتاعنا اهوت نحمر اهوت معنا اهو خد لونه اهو الدهبي اهو. هننزل بمعلقتين كبار خل، هنسيبهم مع بعض على النار.
يا دوب الخل مع الثوم يفرموا مع بعض. هنجيب حبايه طماطم تكون مقطعها قطع صغيره كده او بشروها براحتك عادي اهي، وتسيبهم مع بعض يستووا مع بعض هما. هما هتسيبهم لغايه لما يصفي ميتها وتسبكوا خالص مع بعض، ونشوف هنعمل مع بعض كده. قلبي بعد ما الخلطه بتاعتنا استوت اهي اهي يا حبايب قلبي، بعد ما الطشه بتاعتنا استوت اهي، ونفس البهارات اللي ضفناها للعدس والملح والكمون والكزبره ضفناها للطشه دي اهي بتاعت الفته اهي. والعدس بتاعنا اهو استوى اهو، لسه طافيه عنه اهو لسه بيفور اهو، سايبه طافيه عنه اهو كده، وصل القوام اللي انا عايزاه اهو. دي معناها استوت اهي خلاص اهي، نطفي عنها. وهو جبنا رغيف عيش اهوت من البلد بتاعنا اهوت، ودهنا دهنه بسيطه من الزبده، وحطيناه تحت الشوايه حبه حمريه في زيت بتحمريه اهوت، وخد اللون دي معانا اهوت. هنعمل الفته بتاعتنا اهوت. العدس بتاعنا اهو لسه طافيين عنه اهوت. الطشه بتاعتنا جاهزه اهي، بالثوم بالخل بالطماطم هي يا حبيب قلبي. فتت العدس بتاعنا اهي، هنغرف العدس اهو ونشوفه مع بعض اهو. العدس بتاعنا اهو بسم الله ما شاء الله اهو زي ما انتم شايفين اهو. يا حبايبي اهو بعد ما سجيناه اهو، حابه تضيفي اهوت شويه من اللي بتاع الخلطه بتاعتك اهي، من الطشه اهي بالثوم اهي، حابه تضيفيها بتضيفيها هي اهوت. ويبقى العدس بتاعنا جاهز اهوت، واتمنى ان شاء الله تجربوه، واتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مع اسرار المطبخ مع نور.